السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. النهارده الوقفه، عيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. النهارده الوقفه قلنا هنصور لكم كده لبس العيد والمشتريات بتاعتنا. الصراحه ما كنتش ناويه اصور الفيديو ده، بس البنات قالوا لي ان ايه، عايزين ياخدوا رايكم ويوريكم لبس العيد بتاعهم. تعالوا نبدا كده ونقول بسم الله. سلموا عليهم الاول. عاملين يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. تعالوا هنبدا بمين الاول؟ مصطفى. نبدا بحاجه مصطفى. بصوا مصطفى سنه ولا هو شبابي ولا هو ايه، اطفال، سنه محير، فبيغلبني شويه في الشراء بتاعه. نبدا اول حاجه كده بالبنطلون بتاعه. بصوا بسم الله كده. بصوا ده البنطلون بتاع مصطفى. بنطلون مصطفى بصوا اللي هو البنطلون اوفر سايز كده، فيه بصوا كاتنج كده بس مش مبين حاجه، يعني مش مبين حاجه من جوه، وعليه الكتابه دي من الجنب، وهو لونه ايه، اسود في جراي كده اهو. ده كده البنطلون، هو بيبقى واسع كده، نظامه ان هم اللبس بيبقى واسع كده عليه. جبت له عليه بقى السويت شيرت ده. بصوا هي جابته 3 اهو. بس هو اللي ده كده السويت شيرت. بصوا السويت شيرت مع البنطلون الاتنين مع بعض مع الكتابه اللي ورا دي، بصوا تحس ان هم ايه، طقم واحد كده في اللبس. شكله حلو قوي، والسويت شيرت واسع كده وجميل قوي. حاسه ان انتوا هتعرفوا ان صوتي متغير شويه في الفيديو ده علشان ايه، كنت تعبانه شويه يعني. بس ده كده ايه الطقم بتاع مصطفى. وده السويت شيرت التاني اهو. كان في واحد تاني يا احمد بس هو لبسه النهارده. بصوا اهو. ده كده واحد تاني هيلبسه بقى على اي بنطلون عنده عادي. انا جبت له كذا واحد، هما كان عليهم عرض في المحل، يعني كان 3 سويت شيرت عرض مع بعض. جبت له 3 لان انا في الشتاء جبت للبنات ترنجات وما جبتلهوش هو، فعشان كده جبت له 3 هينفعوه بقى الشتاء الجاي. ومش تقال على فكره، يعني هو هيلبس تحتيهم حاجه بحمالات كده، مش هيبقوا تقال عليه. في واحد احمر بس هو لبسه على شروال اسود ونزل بيه، وجايبه له كمان ايه شبشب. بصوا بقى ده الكوتش بتاعه. الكوتش ده تقريبا اسمه هامر تقريبا يعني. بصوا ضخم ازاي، بصوا قد ايدي. هو عاجبه وطالع موضه الكوتش ده الايام دي، وفي حاجات على فكره ضخمه كمان اكتر من كده، بس احنا حبينا يعني نجيب المعقول برضه. هاتي يا دي اهو. ده كده الكوتش بتاع مصطفى. عايزه اقول لكم ان عالي قوي، يعني لما مصطفى لبسه بقى ما شاء الله اطول مني، عمال يقول لي بقيت اطول منك اهو. ده كده شكله اسمه تقريبا هامر. الولاد بقى هم اللي يبقوا عارفين اسمه ايه. بس انا بقى تعالوا بقى نبدا بحاجه ايه، ملوكه. بصوا حاجه ملوكه دي من محل تبارك، تلاقوا في ناس كتير منكم عارفين المحل ده. وفريدة برضه جايبه حاجه من الحاجات. بصوا اول حاجه ده البنطلون. البنطلون بنطلون وايد ليج، رجله واسعه كده. بصوا عشان ملك بقى كمان رفيعه، فالبنطلون ده عليها حلو قوي. كملوا الفيديو للاخر علشان في اخر الفيديو هتلاقونا مصورين لكم هصور لكم يعني هم لابسين اللبس ده. بصوا ده كده البنطلون بتاع ملك. مش هيلبس. بصوا ده كده بنطلون ملوك. تعالوا بقى نشوف عليه ايه. هو اصلا طقم كامل. طقم جميل قوي. بصوا بقى استنى افتح من جوه عشان اوريكم. بصوا اول حاجه ده التيشيرت اللي من تحت او البادي، لا هو باين. بصوا ده البادي كده اهو ماشي، وعليه بقى الجاكيت ده. الجاكيت ده جينز، بس جينز خفيف يعني. بصوا جدا. بصوا شكله امور ازاي. عليه من هنا كده اسد اهو. اهو اسد. بصوا شكله بقى حلو قوي. هو اوفر سايز على ملك بقى عشان هي رفنوعه كده، فمخليها اموره. ومن ورا مفيش حاجه اهو، في شراشيب بس كده. ده كده الطقم بتاع ملوك. وجابت عليه الكوتش ده. بس هو التاني عشان الكرتونه كانت صغيره اللي كان محطوط فيها. التاني عادي لما تيجي تلبسيه هيبقى يتفرد. ده الكوتش بتاع ملوك اهو. كوتش ابيض. تمام. نوريهم بقى حاجه ايه فريده. بصوا هاتي البنطلون. هو نفس اللون بتاع ملك بس مش نفس الشكل. بصوا ده البنطلون بتاع فريده، بنطلون ابيض. اول مره اجيب لها بنطلون ابيض، ربنا يستر بقى. تعالي هغسله كل دقيقتين. بصوا اهو في جيوب من هنا وشكله كده، شكله عسول قوي على فكره. ولما هخليهم دلوقتي يلبسوا ويوريكم الايه اللبس. بصوا من تحت
انا مش عارفه في صوت في الشارع دوشه، مش عارفه بقى هيبقى طالع لكم ولا ايه. بصوا من تحت برضو بادي كده اهو بنص كم. على فكره بادي حلو وخامته حلوه قوي، يعني لو حتى لو لبسوه كده من غير حاجه في الصيف بعد كده هيبقى حلو قوي. وده كده الجاكيت بتاع فريده اهو، بصوا عليه الرسمه دي، عليه كده سمايل من هنا، وادي الظهر بتاعه عليه رسمه كده. هو شبيه لبتاع ملك بس ايه في اختلافات يعني، فاهمين؟ هما بيحبوا برضو يلبسوا زي بعض، يعني احنا معظم اللبس اللي احنا بنجيبه بيبقى اصلا ايه الاتنين بيلبسوا زي بعض. بس كده. تعالي هاتي فين الكوتش بتاعك في الشمس. بصوا ده الكوتش بتاع فريده، جابت كوتش فوشيا، البنطلون من تحت هيبقى ابيض والكوتش هيبقى لونه فوشيا، فالاتنين مع بعض يعني الطقم كده بيبقى شكله حلو قوي. هتشوفوه في اللبس بقى في الاخر اهو. ده كده الكوتش بتاع فريده. هاتي بقيه الحاجه. بصوا التوك دي، التوك اللي هي طالعه معاها نضاره دي، بصوا احنا ما عرفناش نجيب الالوان قوي بس جبنا الوان قريبه هتمشي مع اللبس. انا جايبه دشني ليه على البنطلون. يعني ملك بصوا اللون ده هيمشي مع البنطلون بتاعها. ممكن هي اصلا تاخد واحده من بتاعت فريده، اللون اللي هو الكشمير الفاتح ده او البينك ده. بصوا اهو اللي جايباهم نوره خالتهم اهو، ماشي. دي كده بس التوك اللي احنا جبناها، لان احنا عندنا توك وجبنا حاجات تانية هوريها لكم. بصوا بقى دي السلسله بتاعت فريده اهي، بصوا ودي السلسله بتاعتي. ودي سلسله ملوكه كده. روحي وريها لهم من قريب، وريهم دي وريهم دي، وريهم بتاعتك. خدي يا فريده وريهم بتاعتك، ووريهم الحلقه هناك يلا. علاء ورود. ماشي وريهم يلا عشان الفيديو ما يطولش. بص اهي ايه ده، وده الحلق عشان كده فوق. تعالوا بقى يلا. بصي مش عارفه اجيب ايه؟ لا عادي مش لازم. بصوا تعالي يلا يا دينا. زيت الكاكاو جايبه زبده الكاكاو حلق، بس بيضة انا عشان عيد خدت وهي بس خدت والحلق. حلق اهو. تعالي بقى، تعالوا بقى اوريكم ايه اللبس بتاعي يعني. بص انا كل سنه بجيب عبايه اللي هي ايه، عبايه استقبال. شوف وقفي يا ملك نشوف مين. وقفي طيب. ثواني هنشوف مين ونرجع لكم. اخويا اللي شكرا يجي مصطفى بيخ. بصوا دي الشباشب اللي احنا جبناها بتاعت ايه اللي هم هيلبسوها عادي. احنا ما جبناش ترنجات واقفه على فكره، علشان كده كده الصيف جاي وهنجيب، فايه ما رضيناش نجيب حاجات للوقفه وكده. فدي كده الشباشب اللي احنا جبناها، الاثنين جايبين زي بعض ملك وفريد. مفيش حد بينزل معانا، بس فريدة عندها حصان عند ولاد عمي. بصوا بقى انا كل سنه ايه بجيب عبايه اللي هي استقبال، فانا الحمد لله يعني عندي عبايات، فقلت هجيب حاجه اللي هي انفع اروح اصلي بيها وايه وانزل بيها وكده، فجبت العبايه دي. بصوا جبت العبايه دي. ثواني يا فريد يا ملك. بصوا العبايه دي كده هي قماشتها كتان اهي، وفيها فيها زومب كده من هنا، 2 زومب، فيها 2 1 2. هي شكلها حلو قوي في اللبس اهي. ان شاء الله لما هنصور لكم كده صلاه العيد واحنا واحنا رايحين كده هتشوفوها بقى. تمام. دي كده وجبت لها الطرحه دي، ممكن البسها عليها ولسه مش عارفه، يعني انا جبت الطرحه التايجر دي اهي، ممكن البسها عليها وممكن لا، لسه مش مقرره يعني. تمام. بصوا بقى الفستان بتاعي بتاع الايه بتاع العيد بقى. عيد بقى. بصوا عيد يعني فستان. ده تلبسها ولا خلبه في اي حته ممكن. بص هو مش هيبان قوي علشان ايه، لازم يعني يبان في اللبس. ودي الطرحه. هو نظام من هنا كده، عارفين الفساتين بتاعت زمان اللي هي الكرسي دي، هو نظامه كده اهو. اوعي يا ملك، استني يا ملك. طيب اوريهم حاجه حلوه، استني. بصوا وده الكم بتاعه، جبت له معصم بس ما جوه يعني عشان خاطر ايه ايديا وكده ما تبانش اهو. بصوا ده كده شكله، وبيتحط فيه حزام. فين الحزام بتاعه؟ هاتي الحزام اهو. ودي الطرحه. بصوا استني يا ملك. بصوا هيبقى كده وايه، والحزام ده هيبقى كده من هنا. هتشوفوه بقى واحنا رايحين في اي حته. هتشوفوه بقى واحنا رايحين في اي حته، لو رحنا في اي حته اصلا هنصور لكم. بصوا لو احنا بس هو واقف الطرحه كمان. بصوا فيها ايه من تحت وهي. وجبت له الطرحه دي، هاتي كده. جبت له الطرحه دي لونها بيش كده فاتح قوي، هي من نفس درجات الفستان. فين الكوتش وصندوق؟ استني هوريها. الكوتش جابت كوتش وصندوق. بصوا جبت الكوتش ده، ده هتلبسه على الجلابيه. عايزه اقول لكم سعره عبيط قوي الكوتش ده، يعني بربع سعر كوتش مصطفى.
اهو، عشان ما عنديش كوتش. كل ما بجيب كوتش الكوتشيات بتاعتي بتنفع مصطفى، فبنلبس مع بعض. كل ما اجيب كوتش ياخدوا مني. وجبت الصندل ده عشان صندلي اتقطع اهو. اول ما جابت الصندل ده صندلها طلع تقريبا زعل. اول ما اشتريت الصندل ده اشتريته عشان البسه على الفستان، عشان لونه بصوا بيج. راح الصندل اللي عندي اتقطع، قلت له خلاص مش مشكله بقى اهو. وشنطه جابتها على الفستان. اوريكم بقى الشنطه. فين الشنطه دي؟ بصوا هاتي طب اوريها لهم من هنا. بصوا هاتي بصوا من جوه. هاتي طيب. طلع الورق وتديني. بصوا حلوه حاجه جميله كتيرة قوي. وريني كده. خلاص بقى. بصوا حلوه. دي الشنطه فيها كافيه كده واسود، عشان ايه هتمشي بقى من على الفستان كده. اخواتي كانوا بيقولوا لي هاتي شنطه بيضه، بس انا الصراحه مش بحب الشنط البيضه خالص. مفيش ما بيني وما بينها عمار، مع ان اخواتي كلهم بيحبوا الشنط بقى البيضه قوي. انا ما بحبش الشنط البيضه خالص، بحب الشنط الاسود الالوان اللي هي الغامقه دي. بس قولوا لي بقى لايقه مع الطقم ولا لا. نروح نلبس احنا. هيلبسوا بقى ويجوا يوريكوا لبس العيد. ليه بقى كده؟ استنوا، فين الحاجات؟ وريتيهم الضوافر. شفتوا الضوافر بتاعت ملوكه؟ والريحه دي وجايبه ازازه ريحه كمان. دي ريحه ب 10 جنيه. الضوافر دي اللي هي بتتلزق بلزق كده، بتلزقها وبعد كده بتشيلها بترميها اصلا. بس وقفوا بقى لحد ما تلبسوا وتيجوا توروا. نلبس ونرجع. يلا بصوا دي ده بقى القمر اهي بعد ما لبست. وريهم يا ديدا. السلسله. بصوا الجمال. وريهم كده الجاكيت. بصوا عسل ازاي. والبنطلون الابيض اهو والكوتشي. بصوا عسوله. بس وريهم السلسله، لبست كمان السلسله والحلق. حلق اهو بصوا عسل. والنضاره بقى بتاعتها وايه. كنت اصلا مش قادره فلبست عشانكم. ايوه بصوا مش قادره ولبست عشانكم عشان توريكم. احنا كنا جايبين شنط، بس الشنط بقى ايه طلعت الالوان غير وطلعت صغيره جدا. بصوا عايزه اقول لكم ان الشنطه كانت قد كده فرجعناهم. قد ايه ده يا والله. فسماح بقى اختي هتجيب لهم ان شاء الله شنط ونبقى تشوفوها بقى في بعد العيد صلاه العيد بالظبط ان شاء الله. تعالي يلا يا ملوكه اوريهم. بصوا بقى ملوكه. بصوا القمره بقى بتاعتي الكبيره. بصوا ملوكه الطقم بتاعها اهو. بصوا بقى البنطلون عسل يا لوكا. الكوتش. عسول عسول. ملك كوت شعرها كمان. ولبست السلسله. بصوا السلسله والحلق. ودي كمان الحلق. والنضاره كذلك. بص كذلك. وهنعمل بقى حنه بعد التصوير. بعد ما نخلص هعمل لهم حنه. احنا على فكره دلوقتي الفجر اذن يعني. بصوا ده كده الاوتفيت بتاع ملوكه. تعالي يا ديدا. عسل. بس كده دي كده خلاص خلصنا اهو. ده الاوتفيت بتاعهم هما الاتنين. هنصور لكم بقى صور كتير واحنا بنصلي وكل حاجه. بس لو الفيديو عجبكم متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم على طول. احنا خدنا كام عيديه. هتقول لهم خدنا كام عيديه؟ لا ده سر. لا هتقولي لهم؟ ماشي هنقول لكم. يلا باي باي.